مشاهدي ماتش بريس وطني فرنسا من ملعب تحت ديال الخميسات. بالمناسبه المقابله اللي كتجمع بين فريق نادي التونسي وفريق اتحاد ورقه برسم الدوره السادسه. الجوله الاولى انتهت بصفر لمثلي بين الفريقين. راهي الصحفي المهني الرياضي الاخ عبد اللطيف الشيكي وصديق سي عبد اللطيف، كيفاش تجمع الجوله؟ وقبل نبداو الجوله الاولى ونهضروا على تشكيل الفريق. الملاحظه هو انه تغييرات بشكل كبير، وكل واحد قاعده تقول بانه يعني اون جامي اللي كيف قال، يعني اكيد انه المدرب يعاب سنطال عنده رؤيه اخرى، ولكن بالنسبه للجوله الاولى فاكيد انك شتي فريق اتحاد ورقه فريق صراحه لعب مقابله جيده، لعب يعني متحكم في المباراه. فريق النادي الكلاسي رجع للوراء، وفريق اتحاد ورقه يعني منذ بدايه المقابله فهو يعني قام يعني من دفاع نحو مرمى الحارس بوناكا، وربما شتي في الدقه الاولى كان سمو يعني واحد الخطا يعني اللي قريب من مربع عمليه النادي الكلاسي، واللي كان ربما يعطي الهدف الاول، ولكن الكره مشات بعيده على مرمى الحارس بوناكا. بعد ذلك فالكره احتل متوسط وسط الميدان مع امتياز طفيف لفريق اتحاد ورقه، والنادي الكلاسي يقوم يعني بتحسين الدفاع مع القيام بحملات مضاده. ربما خلقت شي اشكال الحارس ديال اتحاد ورقه الحواصل. ايضا حنا يعني كاين واحد الاحساس ان في المدرب ديال فريق نادي الكلاسي السي لعيب مختار مازال تيجرب بعض اللاعبين. شفنا البوزيدي اول مقابله ديالو اليوم ما عطاش شي كثير، لا كولوس في الاحتياط يعني اللي كان متالق في المقابله ديال الماس. يعني كيفاش كتشوف هذا اكيد سينادو كما قلت حنا وصلنا للدوره السادسه تجريب، والملاحظه هو انه النادي الكلاسي يعني بدا بدايه مبكره صراحه. وكان الفريق بدا يعني متاخر، نقول ربما المدرب تيقلب على التشكيله المثاليه، ولكن نحن في الدوره السادسه لعبتي مباراه في المباراه السابقه في مدينه قويطره، مباراه جيده، وربما ضربتي عصفور من حجره واحده. الفوز يعني في ديربي ديال جهه فاس مكناس، خديتي على المغرب فاس والتشكيله، ولعبوا مباريات كبيره كما قلتي اللاعبين نسبه الذكر ديالهم انهم يقوموا مباراه كبيره. فباش تمنح الثقه لذاك اللاعب يعني خص تكون استمراريه، يعني دابا الانسان بحال اللي كتفقد له ديك الثقه في النفس، يكون رسمي ويلعب مقابله كبيره وينتصر، وفي المباراه المواليه تخلي في الاحتياط، ربما هذيك كتدخل شويه الشك. والاكيد حنا حتى دابا حتى الاحتياطيين اللي دخلوا بلاصتهم صراحه حدود الساعه ما مقدموش يعني بلوس، يعني انا كنقدم تدخل واحد اللاعب يقدم لي اضافه، ولكن حدود الساعه اللاعب اللي دخل ربما كاين المستوى ديالو ربما ما وصلش للمستوى ديال اللاعبين اللي لعبوا في المباراه السالفه الذكر. الاكيد انه ربما الان كما يقال الجوله الاولى للاعبين، الجوله الثانيه للمدربين بدا عد يعني بسلطان من اجل يعني ربما الرجوع للفريق الكلاسي الى يعني الواجهه وتقديم يعني شوط يعني جيد كما قدمه في يعني في المباراه السابقه. الملاحظه الثانيه هو انه بن سلطان في المباراه الماضيه انه بدا بالهجوم وبدا الهجوم يعني وربما انتصر. الان رجع يعني القاعده وهو الرجوع للوراء، وهذا ربما ما غاديش يبدو مشاكل في الشوط الثاني. كيفاش كتشوف معايا يعني جوستومون نتكلموا على الشوط الثاني، كيفاش كتشوف معايا يعني كيفاش يمكن غيتلعب الشوط الثاني؟ فريق ديال تورقه ان يعني التعادل كنظن بانه ما بالنسبه ليه النتيجه اللي غادي تكون ما غترضيش، خاصه انه كيستقبل الميدان ديالو. كيفاش كتشوف معايا الشوط الثاني؟ اكيد حنا شفنا انه المدرب فريق تورقه ما راضيش على النتيجه، وراك شتي ربما يعني قبل نهايه الجوله الاولى فهو امر اللاعبين باش انهم يقوموا يعني بالتسخينات، واكد انه عازم انه يدير يعني دي شونجمون، يبين انه باغي النقاط الثلاث لانه من البدايه هو مدافع. لكن كما قلت يعني هذه التسخينات ديال اللاعبين ربما غتدخل يعني لو بليس دخل المهاجمين ناس انه باغي 3 بوان، في حين السلطان فالتشكيله مازال قاره. ننتظروا رده فعل ديال بن سلطان، خصوصا عامل كبير هو عامل الجمهور كان يتلعبوا في الكلاس. يعني شتي تورقه مستقبل في خميسات، ولكن لا شفنا في المدرجات فهي يعني جماهير كلهم اننا كنلعبوا في الملعب الشرفي، وهذا ربما تشجيع ودفعه معنويه للفريق الكلاسي اللي نتمنوا انه الشوط الثاني بن سلطان انه كما قلت الشوط الثاني فهو المدربين اكيد انه عنده رؤيه، شاف الشوط الاول، شاف اللاعبين قضى واحد النظره، ربما الان الدور ديالو انه باش يغير من المجرى، وهذا هو دور المدرب. شكرا سي عبد اللطيف، كنتم معنا.